طبعا اللي بيحصل طبعا هي بتاعتك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحه واحسن حال. صباح الفل، صباح التفاؤل، صباح كل حاجه حلوه على عيونكم. بصوا النهارده بقى بصراحه يعني انا زعلت العيال في البحر، كانوا شبطانين في البتاعه دي اللي بتعدي دي اللي هي التفاحه وحوالين منها البات اللي بيعملوه زي اللي هي اسمها الفريسكا دي. فانا فوجئت ان سعرها بصراحه مهول، يعني عشان نجيبه على قد الاولاد اللي معانا هندفعوا مبلغ وقدره. فانا قلت لهم لما نروح ان شاء الله وعدتهم ان انا اول ما اروح هعمل لهم الفريسكا دي. فعشان كده ايه سكتوا طبعا، قعدوا زن. قلت لهم والله العظيم انا جايبه حاجه، انا مش هدفع مبلغ قد كده على حته تفاحيه مفعصه قد كده وحواليها حبه سكر. قلت لهم انا هبقى اعملها لكم ان شاء الله في البيت، وهعملها معاكم وتعالوا نشوف هنعملوها ازاي. مقدار من السكر، وسلام يبقى جماله لو بتاع التموين هيبقى حلو قوي. نص ليمونه، مش الميه بقى عشان احنا ايه عايزين السكر عاقد كده وتقيل، شربات تقيل. وهوريكم ازاي نعرفوا ان هو استوى. نولعه بقى عليه، ياخد غلوتين ونحطه على العين الواطشه عشان حشو هنا الكفته. شبطوا في الكفته برده، قلت لهم لما نروحوا البيت برده هعمل لكم كفته زي بتاعه الحاشي بالظبط. ان شاء الله انا بعملها بتبقى جميله جدا، هعملها مع بعض. يعني انا خلاص بصراحه تبلتها، فان شاء الله هشويها معاكم. وانا بشويها هقول لكم المقادير بتاعتها ايه وحطيت لها ايه بالظبط. حاولوا ان احنا ايه ما نقلبوهاش في الوقت دوت عشان ما تكرملش مننا، عشان السكر ما يطلعش على حواف الحله ويتحرق ويكرمل. اعمل لهم الاكل التاني ملهيين معاه فوق السطح بيطيروا الطياره. تعالوا نشوفوهم. ايه طارت؟ مش مفيش هوا النهارده، مش هتطير اهي بصراحه عدينا في الأبيض كان يوم حلو قوي قوي، بس كان اليوم قصير. احنا حصل مشاكل معانا في الطريق واحنا ماشيين، عجله فرقعت وعلى بال ما راحوا يصلحوها وتعطلنا في الطريق واحنا اساسا ماشيين متاخر. فهو ده اللي خلى اليوم اتسرق مننا. يعني احنا رحنا نازلين الميه حوالي الساعه 2:30، فطبعا الدنيا ضلمت عليه على بال ما برضو عملنا الغدا وعملوا سمك مقلي والراجل جابه لنا دليفري لحد الشاطئ. دي احلى حاجه بصراحه ان احنا ما اتبهدلناش في الاكل، احنا رايحين ومعناش اكل خالص. فانا ما عرفتش اصور لكم بصراحه كل ده هناك. يعني انا ندمت ان انا ما صورتلكوش اي حاجه من دي. واحنا بناكله والاكل وصل مش عارفه، لان كل الوقت قضيناه في الميه. كان الوقت اتاخر، الوقت سرقنا، ويعني زعلنا ان عدى يوم من ايام العيد كده في السكه وفي الطريق. والطرق الجديده اللي عاملينها دي تهنا في الكباري اللي معموله والطريق الجديد. فبقينا يعني واحنا رايحين كانت هينه شويه، واحنا راجعين كانت مشكله، كانت جامده جدا. كان الطريق ضلمه، يعني لو تطلعوا ايديكم الطياره هي هتطير، لو تطلعوا ايديكم كده من المواصله اللي انتوا راكبينها مش هتشوفوه. والمواصله اللي احنا راكبينها كانت الكشافات بتاعتها كانت ضعيفه جدا، فكان ماشي بينا تاتا اتعذبنا في الطريق بصراحه، كان مشوار عذاب. فالحمد لله ان احنا يعني جينا بخير وسلام. بس انا عن نفسي لو يجيلي يوم تاني زي دوت انا مش هروح، لان تعبنا جدا. ليله الطياره يوم دلدل مش عارف الطياره مفيش هوا، انا مفيش هوا خالص، الدنيا مكتومه النهارده خالص. الطياره دي معذباهم من ساعه ما عملها وهي مش مظبوطه، وكل ما يطيرها شويه تعالوا نشوف الكفته. دي انا جبت حته ليا فرمتها في الكبه، جبت الكبه بتاعتي بقى عشان انا ايه مش عارفه اشتغل من غيرها خالص هنا بصراحه. يا دي ايدي ورجلي. فرمت فيها البصل وعصرته جامد قوي، والميه بتاعته شلتها. هنشوف هنعمله فيها ايه. دلوقتي وملح وفلفل اسود. ما حطيتش اي بهارات تانية عشان ما تضغيش على طعم الكفته. انا عايزه احس بطعم الكفته كده ايه باين. حته اللية بعد ما عصرت البصله جامد من الميه بتاعتها شلت الميه، رحت حاطه البصله على اللحمه. واللحمه بصوا عشان برضو تطلع مظبوطه اديتها ضربه كده في الكبه لانها كانت خشنه. انتوا لما تجيبوا برضو الكفته من عند الجزار او كده يعني يقولوا له ايه اعملها لي افرمها مرتين.
عيني عيني على الشربات معانا اللي هنعملوه فريسك اهو، لسه شغاله على النار. بدأ يستوى نقلبه. نجيبوا حبه ميه ننزلوها فيها. عملت خيوط كده في قلب الميه، عملت خيوط اهي، يبقى كده حلوه قوي. كفايه عليها اهو. دي بقى ميه البصل، حطيت عليها معلقه صلصه وشويه خل وملح وفلفل اسود وحبه زيت، وبقيت اشرب بيها الكفته. دي الحركه دي بقى بتخليها ما تنشفش منك وبتديها طعم حلو قوي. طبعا اللي بيحصل ده كله من الليه، السخونيه خلت الليه سالت على الطاجه فعملت النار دي. كل ده طبعا بطعم الكفته. هخليكم انتوا اللي تعملوا الفريسكا اهي. وريني اهي. خليها جامد يا سيلا اجماجي. وريني. لا انتوا مش عارفين. اتكسرت. وريني. استني بتاعت زوزو اول واحده. طب يلا تعالى. انا هعمل. لا انا هعمل. مش عادل وريني. انا ده شوف انا دخلتها عادل. دخلتها حلو. يا زين. استني يا روج استني. لا انا عايزه. استني عشان السكر جمد. انا عايزه اعمل. طبعا هنا عشان بنعمله الشربات معقود قوي، فدوبك شم شويه هوا كده فجمد بسرعه، فانتي لو جمد منك تروحي مدفياه بس شويه، بعد كده ترجعي تعمليه تاني. خلي بالك بتاعتي بايظه. لا مش بايظه. لا مش بايظه. خدي التانيه. دي بايظه. اوعي يا روجي. يلا وريني. يلا وريني يا روجي. اوعي تيجي جنب الحله. طلعت طعمها ايه؟ حلو قوي. طعمها قمر. مع قمر. طعمها قمر. انا هدوقها اهو. بجد. بصوا حتى التبديله. التبديله حلوه قوي. وريني استوت. طب بصوا بقى. والله شوفها بتاعت الحاجي والله. طب دوق طعمها ايه؟ برضه بديله بصوا بديله. ده بديله جميله بجد قوي. اول مره ادوق حاجه زي دي. طيب صحه وعافيه. لو عجبكم الفيديو متنسوش ايه؟ لايك واشتراك. طلعت ايه يا بنات؟ حلو قوي. طلعت طعمها ايه؟ هي بتاعتك مالها عامله كده؟ بس انا بتاعتي طلع لها مروحه كده ليه؟ وريني بتاعتك يا سيلا. طلعت جميله. وريني زازو. يا خراشي. طلعت ايه زوزو؟ او بجد؟ عجبتك؟ طب كلها كده ورينا تاكلها ازاي. طعمها حلو يعني؟ مسكره؟ ما هي كلها سكر. ما انتوا فكروكم بتبقى كلها ايه؟ مستيكه. مستيكه كراميلا بقى مش مستيكه. دوقيني كده وريني. مستيكه. هي طريه شويه. هي طريه. انت حطيت لها طبقه تخينه. وريني يا سيلا بتاعتك. مستيكه برضه. بقول لك ايه يا سمير، ابن عمك تعبان قوي، اوعى تجيب سيرتي في اي حاجه. لا طعمها جميل. حلوه. عجبتكم يعني؟ قولوا لاصحابكم يلا الفيديو ده يستاهل ايه؟ لايك واشتراك وفتحوا الجرس. فعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. يلا سلام.